ودلوقتي جه ميعادكم مع برنامج جريمة أكل مع أروع عصام وأكرم المصري على راديو البوابة. مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على راديو البوابة، راديو يسمعك قبل ما تسمعوا. معاكم أروع عصام وأكرم المصري وحلقة جديدة من برنامجكم جريمة أكل. وأنا شكلي أنا اللي عامل فيه الجريمة يا أكرم يعني لا برنامجنا احنا مش برنامجهم، احنا اللي بنعمل برنامج. ما هو برنامجنا فيه ايه؟ انت بتقولي برنامجكم، ما هو برنامجهم هم كمان. لا لو سمحت ما اسمحلكيش، ده برنامج بتاعي انا المذيع وده برنامج. يا رب الناس تقفل بسببك. لا طبعا بهزر، ويعني الحلقة دي يعني هتبقى مختلفة شوية عن الحلقة الأولانية. احنا في الحلقة الأولانية شرحنا ايه هو البرنامج وايه هو فكرته، كمان اتكلمنا عن طرق مختلفة عن الاكل وقلنا لكل الناس برضو اللي عندها طرق مختلفة هتبعت لنا. النهاردة بقى هنتكلم عن ايه يا أروى؟ السحور. هنتكلم عن السحور بس برضو بطرق مختلفة. يعني احنا في جريمة أكل برنامج بيتكلم عن الأكل بشكل مختلف في كل الحاجات بقى، فطار سحور أيا كان. السحور لعائلة الوكيل. فخلينا نبتدي بعيد عن مش سامع حاجة. يعني كان أروى ما بتتكلمش، ركزوا معايا أنا أقول لكم إنه فيه. فالسحور عندنا من الحاجات المقدسة بقى، يعني اللي هو أنا لازم أتسحر كويس عشان إيه؟ عشان أعرف أصوم كويس. برافو عليك. فاكر أنت في فيلم إكس لارج لما كان جايب كمية أكل مش طبيعية عمال ياكل فيها علشان يقدر يخزن، يعني زي ما يكون جمل مثلا. في ناس بتتعامل تجيب زبادي وحاجات كتير قوي، ان هو لا انا عشان اصوم فلازم اكل كتير، ودي معلومه منتشره غلط جدا. هو مش بكتر الاكل والله، انت ممكن تاكل كتير مش بكتر الميه على فكره اللي احنا بنقعد نشربها مش كتير. مش بكتر الميه، هي الميه مفيده يعني ماشي. معلومه ان الميه بتعمل كرش ده اللي قالها ده يعني ربنا يسامحه، لان الميه مفيده جدا لجسم الانسان مهما أيوة تشرب ميه. مش لدرجه ان انا اجي قبل الاذان اقعد اشرب بقى في ميه، يعني لو اقعد. في ناس اول لما تسمع بص في ناس لما بتسمع صوت المايك بتاع اللي هو اللي في الاول اللي هو خلاص هيدا ايه ده هيدا، تلاقيه ماسك ازازه ميه وبيجري بولو تلاقيه خلص الازازه بسرعه، ما اعرفش ازاي بتاع اللي هو قبل ما يقول الله اكبر. فدي مش عارف، انا الناس واخدين الصيام شويه ان هو حرب، مع ان يعني بمناسبه الحرب المسلمين حاربوا ايام الرسول عليه الصلاه والسلام وهم صايمين، فاحنا ليه واخدينها ان هي ازمه؟ وتلاقي الناس يقول لك لا اصل انا صايم مش عارف اشتغل دلوقتي. لا يا جماعه مش كده خالص، يعني ربنا يعني لما فرض علينا الصيام مش اللي هو كعقاب يعني ولا اي حاجه، فالناس بجد بتاخده بشكل سلبي. بس مش كل الناس طبعا، ان هو في ناس اكيد بتاخده روحاني شويه وبتعمل شغلها وبتروح وفي كل حته والصيام مش بيأثر عليه. يعني بعيدا عن ده ان احنا نرجع نكمل كلامنا عن السحور. نتكلم عن السحور التقليدي في مصر عموما. لازم يبقى فيه عندنا الفول، ده الطبق الكينج اللي موجود عندنا. الطعميه اكيد مش كل الناس بتاكل طعميه، بس لا اغلب المصريين لازم فول وطعميه. ليه؟ لانه في ناس ما بتخاف تاكل طعميه في السحور، تقول لك بتعطش. ما احنا ناكل بعدها زبادي بقى. ما هو في ناس بتاكل زبادي عشان تعمل تش. عشان ايه؟ تعمل تش ولا كأني سمعت حاجه. طيب كملي. لا مش كل الناس على فكره بتاكل طعميه، بس لازم هتلاقي البيض المسلوق، ولازم هتلاقي الفول، طبق الفول باي شكل بقى من الاشكال اللي احنا ممكن نكون هنقولها النهارده في الحلقه. لازم يبقى موجود فول على السحور، ولازم الزبادي. يعني هم دول اكتر 3 حاجات لازم يبقوا موجودين في السحور دايما في مصر. طيب احنا قلنا كده الحاجات العاديه، خلينا نقول لهم بقى يعني اصل البرنامج اللي هو الحاجات الغير تقليديه. الحاجات الغير تقليديه ان الواحد ياكل الفول والطعميه. لا ان الواحد ياكل من اكل الفطار في السحور. يعني انا ببقى شايفه ان ده صعب جدا ان حد يعمل حاجه زي البواقي هتترمي يا اروى. لو في حاجات لو باتت لتاني يوم بيبقى طعمها مش حلو. لك هات طبق المحشي، اديني طبق محشي. جلاش باللحمه المفرومه في باقي نص الحله، اسيبه حرام بجد. انتوا بتعملوا عندكم جلاش في حله؟ طب ده حاجه جديده. في صينيه اسمها ايه؟ طيب هنمسك في كل كلمه بقى. في صينيه. انا جايه هنا اصلا عشان امسك لك في كل كلمه. الصينيه باقيه منها نص الصينيه بتاعت الجلاش، فهنسيبه يعني؟ حرام، نعمه جنب الحاجات برضو بتاع. حرام نسيب النعمه دي تترمي.
فراخ باقيه مننا نسيبها لتاني يوم ما ينفعش. ندوق المحشي، بقيه المحشي عشان ما لحقتش محشي ورق عنب على السحور بيبقى تحفه يا جماعه، انا بجربه بيبقى طعمه حلو قوي على السحور غير وبعدين الفطار. في زبادي على السحور. اهم حاجه الزبادي، بص كل اللي انتوا عايزينه بعد كده زبادي. في عندنا زبادي ويا ريت ينفع يا تكون جماعه اكل زبادي من لايت. غير ورق عنب. يعني يا ريت زبديه لايت كده. زي الناس اللي بتقعد تشرب القصوصه اللايت برضه. فهماك انا تقعد يقلش ما علينا. ماشي. فدي من الحاجات الغير تقليديه اللي الناس بتعملها، ان هم بياكلوا بواقي الفطار. في كمان ناس بتطلب مخصوص على فكره، تلاقيهم طلبوا دليفري بقى، بيتزا، فراخ مشويه، كفته، اكيد بتشوف الحاجات دي. وفي ناس انا بقى في حد بتاكل قبل حاجات كده اعرفه رهيبة. كان متسحر رنجه. جربت والله. الموضوع ده لا انا ما بحبش الرنجه والفسيخ عموما. لا صام عادي، يعني هو صام ما عادي شاء يتكلم. الله. هو على حسب جسم كل واحد بقى وطبيعه تكوينه. اي نعم. هو كل طول حاجة. النهار رمضان كان قاعد يا عيني هيموت من كتر العطش، بس الحمد لله اليوم عدى وما جرالوش اي مضاعفات. يعني اختلاف بقى الناس من واحد للتاني، كل واحد ليه طبيعه جسم ومعدل الحرق عنده وحاجات كده، فملناش دعوه. كل واحد في حاله هنا. احنا كده قلنا لكم يعني الحاجات الغير تقليديه، بس لسه هنقول لكم الحاجات الغير تقليديه في الفول والطعميه، ولكن والوصفات بقى بس والوصفات بعد الفاصل. بعد ايه؟ الفاصل. ونرجع نكمل معاكم في جريمه اكل. الراجل ده حيجنني طير مفاتيح عقلي مني حيجنني. الراجل ده حيجنني طير مفاتيح عقلي مني حيجنني. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. اللحمة 3 اشكال وطيور بجنيه وريال، ولوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلى بتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. وان قلت يا اخويا الاكل كتير وبلاش بعزق وبلاش تبذير وان قلت يا اخويا الاكل كتير وبلاش بعزق وبلاش تبذير اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيان، ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان. دي نصيبتي دي. عالم فهموه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. عالم فهموه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني يجي من العصر للمغرب وحريقة تطير، ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير. يجي من العصر للمغرب وحريقة تطير، ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير. عاملين لنا وزة بالخلطة وبفتك وصينية مكرونة بس، واختار صنفين وكباب حلة وضمة باللحمة المفرومة بس. طب فين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك البوري اللي انا جايبه راح فين والشوربة فين هي؟ وان قلت يا اخويا الاكل كتير وبلاش بعزق وبلاش تبذير وان قلت يا اخويا الاكل كتير وبلاش بعزق وبلاش تبذير اصرخ ويقول
يا اخواتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. دي نكبة ايه دي يا اخواتي؟ عالم فهموه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. عالم فهموه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني. ونرص الاكل على السفرة اشكال والوان، والفول ابو زيت اصل بحبه في فطور رمضان. ونرص الاكل على السفرة اشكال والوان، والفول ابو زيت اصل بحبه في فطور رمضان. يسيب الاكل كله ويمسك طبق الفول، ولقمة تجر لقمة يشبع ويقوم على طول. يسيب الاكل كله ويمسك طبق الفول، ولقمة تجر لقمة يشبع ويقوم على طول. والاكل بحاله ينشال والحال تاني يوم هو الحال، والاكل بحاله ينشال والحال تاني يوم هو الحال. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش بعزقه وبلاش تبذير وبلاش تبذير. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش بعزقه وبلاش تبذير وبلاش تبذير. اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. تعالي لي ياما. يا عالم فهموه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. يا عالم فهموه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده حيجنني 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 حيجنني. رمضان يعني عزومات الفطار مع القرايب والصحاب اللي بنشوفهم كل فين وفين، يعني ماتش البلاي ستيشن قبل السحور، الشوارع الواقفة بسبب زحمة الناس وقت الصلاة، قمر الدين وبلح الشام والقطايف. رمضان هو أكتر شهر بيقربنا من بعضنا وبنقرب فيه من ربنا. رمضان حياة، عيشوا رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بتمنى لراديو البوابة نيوز انه ياخد نفس الخطة ويبقى قوي زي ما عهدنا بيهم، وتوفيق ليكم جدا والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يوفقكم جميعا وينجحكم جميعا. شريف منير. ولسه مكملين جريمة أكل مع أروى عصام وأكرم المصري على راديو البوابة. لسه مكملين معاكم في برنامج جريمة أكل، ولسه معاكم أكيد أكرم المصري وأروى عصام، ولسه بنتكلم عن الطرق المختلفة للسحور. والناس بقى اللي بتاكل على السحور فول طعمية بيض مقلي أو مسلوق وخلاص، لا، في طرق جديدة يا جماعة ممكن ناكلها على السحور، وبرضه هيكون فيها فول وطعمية وكل حاجة بس بطريقة الفول لذيذة. التقليدي خلينا نقول ان هو زيت الحار زيت، نحط شويه زيت، مش شرط حار يعني، شويه زيت وشويه ملح ما في ناس وكمون. بتحبه بزيت حار. انت ما انا بقول لك مش شرط، لو مش موجود في ناس مش بتحط زيت موجود ذرة زيت عادي. مفيش يقول مشاكل. لك حلو وحار، حتى لما تروحي بتاع الفول يقول لك انت عايزاه حلو ولا حار. عارفه انت المعلومه دي؟ فيحط لك بقى حسب ما انت عايزه، بس اكلوه بقى بالزيت الحار بقى، متخيل انت ده؟ بس فاحنا
عندنا طرق جديده، ممكن يكون في ناس عارفينهم من اللي بيسمعونا، بس في ناس كتير برضو ممكن يكونوا مش عارفين الطرق دي. فاحنا هنقول لهم بقى السحور المختلف. في الفول بالتقليه، عارفاه يا اروى؟ هو انا صراحه ما جربتوش قبل كده، بس اكرم كان بيكلمني عنه في الفصل. هو الفول بالتقليه ده يا جماعه من الحاجات المنتشره جدا والمختلفه بقى، وطعمها حلو. ان انت عادي بتسخني الفول، لو هتسخنيه على يعني مكان تاني اي حاجه، او اللي هو من بتاع الفول بقى جايباه سخن او ايا كان يعني، وبتعملي التقليه اللي هي التقليه العاديه جدا اللي هي بتاعت الملوخيه. متخيله ده؟ وما تحطيش طبعا على الفول غير لو هتحطي عليه ملح او اي حاجه، لكن ما تحطيش عليه اي حاجه تانية. بتعملي التقليه على النار بقى، البصل والثوم والملح، وهتحطي فلفل، اللي هو التقليه المعتاده بتاعتنا اللي هي بنعملها للملوخيه. هي عموما اصلا تقليه الملوخيه ما بتحطلهاش بصل. عادي ممكن تحطي بصل. هي توم وبتاع ده ملح، يعني تحط زبده وتحط فيها التومه لغايه لما تصفر، وبعد كده بتحط لها كزبره. تمام. دي بقى ممكن تحطي فيها بصل زياده. نفس التقليه بس ممكن تحطي فيها بصل وتقلبيهم كويس لحد ما التقليه خلاص انت بتشوفي ان لونها اتغير، وتحطيها بقى على الوش بتاع الفول. في ناس بيحطوها على الوش وياكلوا على طول، في ناس بيحطوها على الوش في طاجن فخار، يعني يحطوا الفول ويحطوا التقليه على الوش في طاجن فخار ويحطوه في الفرن يسخن شويه بقى ايا كان. في ناس بياكلوها على طول، بيبقى طعمها حلو جدا. الحاجات برضو بتحس ان ايه ده تقليه على الفول، فدي من الاختراعات الجديده بتاعت المصريين والحاجات الغير تقليديه. في برضو كمان الفول بالسجق. الفول بالسجق برضو بتبتدي انت تعمل السجق بالشكل العادي جدا اللي احنا بنعمله. بنقطع بصل وبنحمره برضو في اي ماده دهنيه انت تحب تعمل بيها. انا برضو بالنسبه للسجق عشان اصلا كده هو اصلا فيه دهون، فانا بحط له شويه زيت صغيرين بس. كده في العادي في ناس بتحب تحط له مثلا سمنه بلدي، تحط له مثلا زبده. البصل بدا ان هو يدبل معايا، بيحطوا فلفل اخضر او فلفل ملون زي ما يحبوا. بيحطوا برضو سن الثوم. في ناس بتحب تحط ثوم، في ناس ما بتحبش تحط الثوم مع السجق. لغايه لما السجق بيبتدي ان هو يستوي خلاص، انت كده اصلا مقطعه صغنون يعني، بيستوي تحط له شويه ميه صغننين وتسيبه لغايه لما يستوي ويتحمر ياخد لون، وبعد كده بينزلوا عليه بالفول معاه. مثلا لو ناقص ملح تحط شويه ملح مثلا تظبط الملح بتاعه، تظبط مثلا تحط له شويه فلفل شويه كمون، خلاص الطعم كده اتظبط. وبعد كده في ناس تانية بقى بتحب تحطه في طاجن برضو تدخله الفرن. طاجن الفخار ده بيدي طعم حلو قوي، طعم مختلف جدا لاي حاجه. وفي ناس برضو بتقوم حطها على طول في الطبق واكله منه. ونفس الحكايه برضو باللحمه المفرومه. هم بيحطوا لحمه مفرومه، نفس الحكايه بتشوح وبتاع وتحط شويه لحمه مفرومه على الوش نفس الفكره بتاعت العصاج اللي احنا كنا بنتكلم فيه في المكرونه البشاميل في الحلقه اللي فاتت. برضو بنحط معاها برضو فول. في ناس بتعمل الفول بالبسطرمه، برضو بيشوح البسطرمه ولغايه لما البسطرمه لونها بيتغير تبتدي ان هي تستوي شويه، تدخل شويه في السوا، بعد كده بيحط لها الفول ويظبط الملح بتاعه. طبعا البسطرمه حادقه فاكيد هيبقى الملح بتاع الفول اقل خفيف. وبعدين نبتدي ان احنا نقلبها لغايه لما برضو الطعم كله بيتداخل. وفي ناس بتعمل ايه يا اروى؟ بتسلق بيض، وبعد ما يتسلق طبعا بتبتدي تقطعه على الوش بتاع الفول وتقلبه. مش عارفه انت عارفه فول بالبيض المسلوق. فول بالبيض وتقلبه ويعملوا سندوتشات او ياكلوه. وفي برضو كمان الفول بالبيض العيون اللي بيجيبوا على الوش، وبعد كده يكسر على الوش البيض ونرش. انا بحب دايما البيض لازم في عليه فلفل اسود عشان ريحه الزفاره، فممكن ترش عليه برضو من على الوش شويه ملح وشويه فلفل اسمر وتدخله برضو الفرن الطاجن ده لغايه لما البيض بيستوي مع الحراره بتاعه الفرن. ففي طرق كتير جدا واختراعات كتير جدا للفول، فدي كلها تبقى افكار حلوه جدا يعني. واهم حاجه يا جماعه ابعدوا شويه برضو عن الفول اللي فيه طماطم، يعني ابعدوا عن الفول اللي بطماطم والفول بالصلصه، لانه هو بيقول لك فول بالقوطه ده معروف عن المصريين من زمان بقى، فول بالقوطه ويعملوه في حله، بس بيعطش يا جماعه على فكره قوي. بس بيبقى طعمه حلو وجميل. ايوه بس ما احنا نسينا، احنا قلنا ان احنا في الاخر بنختم بالزبادي، والزبادي بيحل عن بقى كل المشاكل يعني. انا بجيب الزباديه ربع كيلو لا ربع كيلو علبه كيلو كلها الزباديه ربع كيلو كلها. بص هتختم معاك زي ما دكتور الداي دايما يقول لك كل ثمره فاكهه وعلبه زبادي. فنجيب وزباديه كيلو. طيب احنا كده خلصنا الفول. الطعميه، هل انت تعرفي طرق مختلفه للطعميه؟ والله بص، هو الطعميه في افكار كتير جدا للطعميه. طبعا الطعميه العاديه اللي احنا عارفينها كده انا مش هفتي واقول عجينه الطعميه بتتعمل ازاي لان انا ما اعرفش، بس انا عارفه ان العجينه ممكن نكون بنجيبها من مثلا العجينه الجاهزه. بتخليها عندك، في ناس بتقليها عادي، في ناس بتعملها بالبيض.
بتكسر عليها بيض دي اللي هي بيسموها العجه. بتتعمل بالبيض. مم. في ناس بقى تانية كان اكرم بيتكلم معايا في الموضوع ده، ان احنا بنجيب بيض مسلوق وبنحشي جوه العجينه بتاعت بالظبط، ان الطعمية. هو بعد ما نسلق البيض، سواء بقى البيض اللي هو البلدي الصغير او الاحمر ايا كان، بعد ما تتسلق بتقشري البيض كويس، وبعدين بتجيبي عجينه الطعميه وبتغطي البيضه كلها، وعايزه تحطي شويه سمسم برده من بره على حسب اللي بيحب، وتقليها في الزيت. الاطفال كمان بيحبوا قوي الحاجات دي، واحنا بنحبها، وابتدوا المطاعم على فكره يعملوها، ان انت حتى لما بتقطعي كده بعد ما استوت يعني بتقطعيها بالسكينه، بتلاقي من بره طعميه ومن جوه بيض. غالبا ما فيش حد بيقعد في السحور ياكل بالسكينه بتاعه، هو بيقوم ماسك البضايه بالطعميه، مش هتاكليها بالسكينه، انا قصدي بتقطعيها يعني عشان تاكل على طول، بدل ما تمسكي البضايه هو كده بتقوم جايبه حاططها في ربع رغيف، وتقوم عاملها بايديك الاثنين كده، تقوم على طول واكلها، خلصت. طبعا لسه نقطع ونعمل وقت ضيق حضرتك، والاذان قرب جدا يعني، ما ينفعش كده. طيب في كمان طبعا الطرق المختلفه للسحور، بيض والمسترمه وعليه موتزاريلا على الوش، وممكن نحط لحمه مفرومه معاهم كمان. في ناس بيعملوا الفراخ اللي باقيه بيقطعوها ويعملوها بالبيض، لو انت عارفه الموضوع ده. في ناس بتعمل كده، ويحطوا برضو جبن ايا كانت. في ناس دايما كمان بتحب تعمل الاومليت بيتزا، اللي هي البيض، وبيقطعوا معاه زيتون وفلفل وطماطم، ويبتدوا ان هم يضربوه كله مع بعضه بالشوكه، ويعملوه قرص اومليت، ويحطوا على الوش برضو شويه جبن كتير كده، جبنه مثلا كريمي، على جبنه شيدر، على جبنه مثلا موتزاريلا. دلوقتي بقت الجبن بتخش في اغلب الحاجات يا اروى، أيوة. بتدي طعم حلو قوي. وطبعا عارفين اللي هو البيض بالطماطم والبصل اللي هو الشكشوكه، ده طبعا الناس ابتدوا عارفه يعني بيعملوه بطرق برضو، بيزودوا حاجات كتير قوي عليه. ففي طرق كتير قوي يا جماعه، لان الناس بتزهق. بنيجي يا اروى في رمضان اول اسبوع بتلاقي الناس، يا جماعه انا زهقت، كل يوم باكل صينيه فراخ بالبطاطس، مش عارف لحمه، بتسحر فول طعميه بيض جبنه، فول طعميه مش عارف جبنه رومي. فاحنا بنقول لكم يعني في البرنامج ده طرق مختلفه، يا رب تكون يعني حاجات بتفيدكم كده وتغيير الاكل. واحنا اساسا انا لما بحكي في البرنامج ده بجوع، وانا ببقى الصراحه مش عارفه اعمل فيه ايه، يعني حاسه ان هو بيخن في الحلقه. لان انا من الناس اللي لما بحكي عن الاكل بتخيل شكله قدامي وطعمه، فببتدي اللي هو يا جماعه يعني البرنامج ده بيعذبني، بالنسبه لي جريمه فعلا. ايوه انا حاسه ان هو بيتعذب، وانا فرحانه ان هو بيتعذب على فكره. وهو جريمه اكل. فيا رب يكون يعني قلنا بقى السحور بطريقه مختلفه وحاجات جديده. يعني بص كمان طبعا احنا اتكلمنا عن الافكار بتاعه السحور، ومش عايزين طبعا ننسى الزبادي، ومش عايزين ننسى انه دي اختموا بيها كل اللي انتوا عايزينه، بس كله زبادي كله زبادي في الاخر يا جماعه. الزبادي بجد حاجه مهمه جدا، او اللبن الرايب. اللبن الرايب حلو كمان، حلو جدا. بس في دلوقتي كمان طلع اللبن الرايب اللي بيبقى عليه برضو طعم، يبقى فيه فليفر برضو، مش عارفه بالشاي الاخضر وبالليمون ومش عارفه ايه وحاجات كده. لا ده انا ما بحبوش، بس هو معروف انه اللبن الرايب. انا عارف اللي هو اللبن رايب بالفراوله، لبن رايب مش عارف في بقى كمان بالشاي الاخضر، وفي بالليمون، وفي حاجات كده كتير طلعت. بس انا بصراحه انا واحده من الناس ببقى محبذه فكره ان انا اشرب بالزبادي، اشرب اللبن، تشرب الزبادي. شفتوا اهو بتتريق عليا، سبحان الله. على فكره الزبادي انا عشان ما اقولش براند، بس هو فعلا بيبقى مشروب زبادي في حاجات. لا ده بنعمله في البيت بقى زبادي، اللي هو بنحط شويه سكر وبتاع ونضربه في الخلاط، اللي هو زبادي خلاط، اسمه زبادي خلاط. وحاولوا ان انتوا تقللوا السكريات في فتره السحور. بتكلمي واحد اكيل فعارف كل الحاجات. ماشي يا عم، زبادي خلاط، هو بيحب يشرب زبادي الخلاط. وسلطه الزبادي بيبقى طعمها حلو قوي برضه على السحور، من الحاجات اللي بحبها برضه، عارفاها سلطه الزبادي. طبعا اكيد. يعني احنا يعتبر قلنا كل الحاجات المختلفه. ما تنسوش العيش بقى يا جماعه، في عيش ابيض وفي عيش اصفر. يعني هم ياكلوا كل الحاجات دي من غير عيش؟ لا في ناس على فكره بتنزل تشتري العيش وهي مروحه، دي بتبقى حاجه رخمه جدا. في ناس بتعمل العيش في البيت. فده انا بحبه جدا بقى. الناس اللي عارف بقى كمان في العيش اللي هو بيتعمل في الطاسه ده، عارفه؟ الله، بيتعمل عيش كده تحط في ايوه العجينه نفسها، وتلاقي كده يسرح منفوخ قدامك كده، ده حلو جدا، ويشيلوه بقى كده بيبقى فظيع. فاحنا تيجي بقى كده بقى تقطع الرغيف، تلاقي الرغيف بيطلع دخان كده. ايوه فاحنا الحلقه دي قلنا بقى السحور، والحلقه اللي فاتت قلنا لكم برضو طرق مختلفه على الفطار، ويا رب تكون الحلقه دي عجبتكم. نتمنى قلنا حاجات مختلفة، ممكن يكون ناس عارفاها، ممكن يكون ناس مش عارفة، بس قلنا على قد ما لو اي حد من الناس اللي بتسمعنا عندهم اي افكار جديدة
لوصفات فطار او وصفات سحور، ابعتوا لنا وقولوا لنا انتوا بتعملوها ازاي، قولوا لنا ايه التكات بتاعتكم المختلفه في كل حاجه احنا بنعملها، تكات وحركات. ايوه، واللي ما يعرفش الافكار اللي احنا بنقولها جيبي ورقه وقلم واكتبي ورانا يا ست. ايوه بالظبط كده. ويعني بشكر زميلتي المذيعه، يعني لسه ما اكلتش من الحلقه اللي فاتت اي حاجه. انا قلت لك الحلقه اللي فاتت ان شاء الله مش هتدوق، بس يعني لسه ما اكلتش منها اي حاجه. ان شاء الله لما اكل اقول لكم رايي في اكلها اكيد. وبشكر مهندس الصوت طبعا محمد الكاشف، واستنونا في حلقه جديده من برنامج جريمه اكل.